يا جماعة، اللي هنحكيه النهاردة مش قصة عادية، دي حكاية ناس قرروا يبيعوا جزء من نفسهم حرفيا. قصة اسمها تجارة الظلام. قصة خيالية لكن مستوحاة من حاجات بتحصل فعلا. خليك معايا واوعى تغفل. أحمد راجل في الأربعين، شغال سواق في شركة نقل. بيصحى كل يوم الساعة 6 الصبح، بيشرب شاي ويودي عياله المدرسة قبل ما يروح الشغل. حياته بسيطة وروتينية، لكن الرحلة اللي كان فاكرها عادية كانت آخر يوم طبيعي في حياته. كان مسافر من اسكندرية للقاهرة عشان يسلم بضاعة، وفي نص الطريق حس بتعب غريب. راسه بتلف ودانه بتوش، وفجأة سكت كل شيء. صحي أحمد على سرير في أوضة صغيرة شبه المستشفى، بس ريحتها غريبة، ريحة دواء وموت في نفس الوقت. النور كان واطي، صوت المروحة كان بيزن فوق راسه. قام بسرعة وهو مش فاكر حاجة، بس لقى في جيبه ورقة صغيرة مكتوب عليها الصفقة، وتحتها لقى رقم تليفون. أحمد. الو. صوت راجل غريب بصوت غليظ ومفلتر. اهلا يا احمد، انت اخترت الطريق بنفسك، دلوقتي مفيش رجعه. أحمد مرعوب. طريق ايه؟ انا مش فاهم حاجة. الراجل قال له هتعرف لما يجي الوقت، الصفقه جاهزه. في اللحظة دي أحمد عرف إن حياته اتشقلبت. رجع بيته بس كل حاجة بقت غريبة، رسائل غريبة بتوصله. السلعة جاهزة، الميعاد قرب، العميل مستني. حاول يسأل زميله علي اللي بيشتغل معاه في الشركة، اللي كان بيشتغل قبله وهو قاعد على قهوة صغيرة في حي شعبي، وبدأ يقوله: يا علي، انت لاحظت حاجة غريبة في الشركة؟ علي رد عليه بصوت متردد: أحمد، خليك بعيد عن الكلام ده. في ناس بتشتغل في حاجات مش قانونية. بيقولوا في شبكة لتجارة الأعضاء، ناس بتختفي وبيطلع إنهم باعوا نفسهم من غير ما يعرفوا. كلمة تجارة الأعضاء فضلت تدور في دماغ أحمد زي الكابوس. قرر يدور بنفسه. وصل لمستشفى قديم في ضواحي القاهرة، هو نفس المكان اللي الرقم كان مرتبط بيه. دخل متخفي، لقى أوراق متبهدلة وملفات مكتوب فيها تبرعات قصرية عملاء جدد. شاف صور ناس، واحد منهم كان صاحبه اللي اختفى من شهر. قبل ما يستوعب سمع صوت خطوات جاية عليه، استخبى ورا الباب. دخل راجل لابس بدلة الراجل بيقول: الكلى اللي جهزناها هتطلع بكره، العميل مستعجل وفلوسه جاهزه. أحمد جري بره المستشفى، نفسه متقطع، بيحاول يلم نفسه. ومن يومها بقى يحس إن في عربية سودة بتمشي وراه، حد بيراقبه في كل. أحمد قرر يتكلم مع ضابط صاحبه. الضابط قال له: هات دليل وإلا مش هنقدر نتحرك. فبدأ أحمد يسجل كل حاجة. في ليلة راح لمكان اجتماع سري، بس المرة دي كانوا مستنيينه، وصوت الراجل الغامض كان بيقول: انت فاكر نفسك اذكى مننا؟ اللي يدخل لعبه الظلام عمره ما بيخرج منها سليم. أحمد بيجري، بيتنفس بصعوبة، صوت صفارات الشرطة بيقرب، وفي لحظة كل حاجة سكتت. في النهاية بعد كل الإثارة دي، أحمد ساعد الشرطة في كشف الشبكة الكبيرة.
اكتشف إن الشبكة كانت بتستغل ناس محتاجين فلوس، بتعدهم بمبالغ كبيرة عشان تتبرع بأعضائهم، لكن في الواقع كانوا بيعملوا عمليات غير قانونية. كانوا بيبيعوا الأعضاء للأغنياء اللي بره. أحمد نجا، لكن بقى مش عارف هل كان اختياره البداية ولا في حد تاني كان وراه. السؤال ده هيبقى لغز معاكم، خاصة إن أحمد لقى رسالة أخيرة على التليفون بتاعه بتقول الظلام لسه ما بدأش. إيه رأيكم في القصة الطويلة دي؟ هل تجارة الأعضاء دي خطر حقيقي في حياتنا؟ اتركوا لايك، كومنت، واشتركوا في القناة عشان أكتر قصص الغموض والإثارة.